انطلقت صبيحة يوم الثلاثاء المرحلة الأولى للمشروع المتكامل الجزائري القطري المتمثل في تربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف بأضرار، وذلك بالشراكة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية وشركة بلدنا ممثلة لدولة قطر، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق حفر الآبار الاستكشافية للمشروع، والذي قدرت مساحته بنحو 162,908 هكتار موزعة على 3 قطع بدائرة أولف. طالما حظيت المشاريع القطرية لدى القيادة الجزائرية بالعناية اللازمة والاهتمام والمتابعة الدائمة، وقد قامت الحكومة الجزائرية بإدراج هذه المشاريع ضمن استراتيجية الدولة لإعادة بعث التنمية الشاملة في البلاد، ولذلك فهي تحظى بمتابعة وثيقة من القيادة الحكيمة. السادة الحضور، يتجلى مشروع بلدنا الجزائر كأولوية ضمن خطة الحكومة الجزائرية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي كمشروع استراتيجي هام يتجاوز البعد المحلي إلى البعد القاري والعالمي، حيث يعتبر أكبر مشروع لإنتاج الحليب المجفف في العالم، وقد تجسد التزام الحكومة عبر تسريع كافة الإجراءات والاتفاقيات المتصلة بالمشروع حتى يرى النور. نحن اليوم في صحراء ولاية أدرار لبدء حفر الآبار الاستكشافية اللازمة لدراسة طبيعة المياه الجوفية ووضع آليات مبتكرة للحفاظ عليها لتغذية المشروع الرائد الذي يشكل علامة فارقة في إطار التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين دولة قطر وجمهورية الجزائر. هذه الخطوة التي نشهدها اليوم تمهد لبدء المرحلة الأولى من المشروع، وهي استزراع الحبوب والأعلاف اللازمة لتربية قطيع الأبقار، ثم يليها إنشاء مزارع لتنمية القطيع وإنتاج اللحوم الحمراء، ثم المرحلة الأخيرة التي تشهد بناء مصنع عالمي المستوى لإنتاج الحليب المجفف الذي سيؤمن 50% من احتياجات السوق المحلي من بودرة الحليب.